الرحمن الرحيم. السيدات السادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدتم صباحا. يسرني أن أكون بينكم ثانية في هذا الملتقى بالسليمانية، مدينة الجمال والثقافة والفن والتاريخ المشرف في مواجهة الدكتاتورية والطغيان. السليمانية اليوم مثل باقي مدن إقليم كردستان ومحافظات العراق تعيش أجواء التنمية المتصاعدة وتحصد ثمرة الاستقرار والازدهار ضمن مسيرة ضحى فيها العراقيون جميعاً وبذلوا لها الكثير للوصول إلى النتائج التي نعتز بها اليوم. كان سعينا منذ اليوم الأول لتولي المسؤولية مكرساً نحو هدف بارز وواضح أن يكون العراق أولاً، وهمنا هو المواطن العراقي بكل ما يحمله من طموح وإرادة ورغبة في الحياة والعمل والتقدم. ومن هذا الإيمان الراسخ انطلقت منهجية عمل هذه الحكومة خلال 2.5 عام من المسؤولية والمتابعة والتصميم على إتمام مستهدفات البرنامج الحكومي. لقد عاش شعبنا سنوات طوال من القهر والضغط وتحمل أعباء المغامرات والاعتداءات وما جلبته من كوارث، مثلما وقع فريسة الدكتاتورية والعقوبات الاقتصادية والإرهاب، وتحمل ما تراكم من آثار الاقتصاد المشوه والسياسات المالية الخاطئة. ورغم ندخل اليوم الربع الثاني من القرن 21 وبلادنا تزخر في كل ركن من أرجائها بقصة نجاح متفردة. في كل مدينة عراقية هناك ورشة عمل خدمية وعمرانية لا تهدأ. نعم، فاتنا الكثير، لكن ما يمكننا فعله وإنجازه هو فعل كبير يمضي نحو استكمال أهدافنا واستثمار ركيزتنا الأولى، وهي الإنسان العراقي. ولهذا أولينا ملف تمكين الشباب رعاية استثنائية، وعملنا على توفير منافذ اكتساب المهارات ومنصات ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة لهذه الفئة التي هي ثروة بشرية لا نظير لها. الشباب هم سلاحنا الأول لمواجهة تحديات المستقبل، ومن خلال التمكين والتحول الرقمي والشمول المالي والتطور في كل قطاعات التنمية والحوكمة نخطو بثقة لتحقيق طموحات شعبنا. وانطلقت الآلاف من البعثات الدراسية إلى أفضل جامعات العالم ليكتسب طلبتنا المزيد من القدرات العملية، وباتت الأرقام تعبر بصدق عن الفرص خارج إطار الوظيفة الحكومية. في نفس الوقت تنامت مشاريع البنى التحتية في كل مدن العراق، وامتدت الطرق والجسور والخدمات البلدية إلى تجمعات سكنية لم تذق طعم الخدمة من قبل، وازدادت تغطية شبكات المياه والصرف الصحي في عموم العراق بنسبة الضعفين عما كانت عليه قبل 3 سنوات. وانطلقت مشاريع المدن السكنية الكبرى والأراضي السكنية المخدومة
على ضوء رؤية شاملة للحياة الحضرية الصحيحة. وآلينا على أنفسنا أن لا وجود لمشروع متلكئ يقر وينفذ في عهد هذه الحكومة، وانخفضت أعداد المشاريع المتلكئة الموروثة من سنوات ماضية لتصبح أقل من 850 مشروع بعد أن كانت تعد بالآلاف. وفي مقدمة هذه المشاريع كانت مشاريع الصحة والتربية والتعليم وصيانة محطات النقل والتوزيع، والشروع في أعلى خطة إنتاجية بناء المحطات الكهربائية، والدخول لأول مرة لمشاريع الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة والمتجددة، وتطوير القطاع النفطي وتوسعة إنتاج المشتقات النفطية والاعتماد على المنتج بدلاً من الاستيراد. كذلك الخطوة الأهم تمثلت في إيقاف حرق الغاز بنسبة تجاوزت 70% نحو وقف كامل لحرقه إن شاء الله بحلول عام 2028. مع كل هذا نرى أن الواجب وموقع المسؤولية هما فرصة لخدمة أبناء شعبنا. لهذا رفعنا شعار حكومة خدمات، لأن العقد الاجتماعي بين المواطن والحكومة محكوم بتقديم الخدمة ابتداءً بوصفها واجب ترتكز إليه علاقة الثقة في مجمل النظام السياسي. ومن غير المقبول أن يتحول التنافس السياسي إلى توظيف مفردات التشهير وطمس الحقائق عن الأداء الحكومي بدلاً من أن يكون ميداناً للتسابق في تقديم الخدمة والحلول الواقعية لأبرز التحديات. ومن غير المقبول أيضاً أن يتعرض الأمن والسلم الأهلي إلى أي تهديد، بينما هناك من يحاول تحقيق مكاسب سياسية على هذا الحساب. ولقد شهدنا نماذج من السلوك السياسي غير البناء في هذا الصدد. لذلك فإن تحدي تقديم الخدمات وتأمين أسباب العيش الكريم لكل العراقيين هي مهام تتشرف الحكومة بها، ولن تكون ملفاً سياسياً أو انتخابياً في كل حال من الأحوال. إن الحكومة تعي كل التحديات ولقد استعدت لها مبكراً، ولا تزال تعمل دون توقف على تأمين البدائل، ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. لم يكن ذلك استجابة لحسابات سياسية، بل التزام بمسؤولية وطنية صادقة لاستعادة ثروات الشعب بعد سنوات من الهدر والتقاعس وسوء الإدارة. السيدات والسادة، إن العراق بحاجة إلى إصلاحات جريئة وشاملة تؤسس للاستقرار الدائم وتؤمن المستقبل على المدى البعيد، وفي مقدمتها العمل على ترسيخ الأمن المستدام وتعزيز سيادة القانون واحتكار الدولة لأساليب القوة المشروعة، والعمل مع شركائنا السياسيين بدعم واضح من المرجعية الرشيدة إلى ترسيخ هذا المبدأ كأحد ثوابت البناء الوطني. أما التحديات الاقتصادية فقد استلزمت منا عملاً متواصلاً في أكثر من مجال نستطيع أن ندعي أنها إصلاحات هيكلية في كثير من القطاعات، بدءاً من إصلاح القطاع المصرفي كمقدمة لتهيئة أسباب العمل والازدهار أمام القطاع الخاص، والارتقاء بالبيئة
بالبيئة الاستثمارية الجاذبة للشركات والخبرات الأجنبية، كما استهدفت كسر الحلقة المزمنة من الفساد وسوء إدارة الثروات الوطنية نحو المزيد من دمج العراق في الاقتصاد العالمي. كما أن القيمة الحقيقية لأي إصلاح هي الوصول إلى الفئات الفقيرة المهمشة وإنقاذها من براثن الفقر وزرع الاطمئنان في نفوس العوائل عبر توسعة الشمول بالحماية الاجتماعية، إضافة إلى ما تحقق في مجال تنويع الاقتصاد عبر ازدياد حجم الاقتصاد غير النفطي، وازدادت العوائد الجمركية بنسبة 128%، وتراجعت نسبة التضخم السنوية إلى 2.7% بعد أن كانت بمقدار الضعف قبل سنتين فقط. وعلى صعيد المنطقة بما فيها من صراعات واضطرابات تمتد لعشرات السنين في أسبابها، أبقينا العراق بعيداً عن هذه الصراعات، بل وأكثر من هذا، فقد صار العراق محطة لصناعة أسباب الاستقرار، يحصل هذا إلى جانب الحفاظ على المواقف المبدئية الثابتة للعراق، وهي مواقف يتبناها شعبنا بكل أطيافه، خاصة الموقف من القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في أرضهم وتاريخهم، فضلاً عن اتخاذ مواقف حازمة على جميع الصعد الدولية من عدوان كيان الاحتلال على غزة ولبنان. ولا يفوتنا أن نؤكد مواجهتنا لتحديات التغيرات المناخية ومواجهة تقلبات الأسواق العالمية وأزمة الغذاء في العالم، رغم أن العراق انطلق واثقاً في ملفات الزراعة وضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ونحن على ثقة بقدرة العراق على مواجهة التحديات، لأننا ماضون في تأسيس مقومات الدولة القوية ومنظومة الحكم المسؤولة في ظل اقتصاد يسعى إلى التنوع والتجديد، والعراق مستعد لأن يكون شريكاً موثوقاً وعنصراً مساهماً وفعالاً في الاستقرار الإقليمي. أكرر شكري الجزيل للجامعة الأمريكية السليمانية وإلى أخي الدكتور برهم صالح رئيس الجمهورية السابق على هذه الدعوة الكريمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.